هو انا فيا ايه وحش عشان يروح يخوني مع واحده شبه دي؟ يمكن انت ما فيكيش حاجه وحشه، بس هو اللي دماغه وحشه. دماغه بس؟ ده دماغه وذوقه وكل حاجه. يا ريت حتى عرف عليا واحده احلى مني، اقول معذور. لكن دي واحده بيئه جدا، ما شغلهاش ببلاش عندي. سمعتها زي الزفت، كل يوم في عربيه شكل مع واحد غير التاني، لبسها حتى مش ذوقه. بتدخن، اذا كان هو ما بيدخنش. انا مش عارفه تتلم عليها منين. ما تفكك يا رضوى، انتوا مش اتطلقتوا خلاص؟ يا سيدي يولع ولا يغور في داهيه، انا ولا شغله دماغي اصلا. واضح فعلا. ما تغير لنا السيره دي بقى بالله عليك يا شيخ. انا عايزه انسى الايام اللي ما يعلم بيها الا ربنا دي. ما عمالين نقول كده من الصبح. الا قول لي يا كريم، انت ليه طلقت مرتين؟ عشان عطاط وماليش طقطان للاستقرار والرابطه. انا احب اعيش بمزاجي كده ولدماغي. طول عمرك دماغك قذره، من ايام الكليه وانت ما اتغيرتش. هتفضل لحد ما تعجز وانت باد بوي. ده بعيد عنك. عارف، انا فضلت ادور على رقمك وكلمتك ليه؟ ليه يا رودي؟ عشان انت الوحيد اللي هتطلعني من المود الزفت ده، وعشان طول عمرك كنت بحس ان انت مبهور بيا. كنت بشوف ده دايما في عينك من ايام الكليه. هو في حد كان في جمال رضوى البغدادي في الدفعه كلها؟ يعني انا بجد فعلا حلوه؟ نعم، انت بتسالي. امال هو خني ليه؟ ما خلاص بقى يا رودي، قلنا نقفل على السيره دي. اهو انت اللي بتفتحيها اهو. خلاص مش هفتح تاني. بقول لك ايه، انا زهقانه وعايزه اخرج. تعالي نخرج. تحبي تروحي فين؟ تعالى نطلع السخنه نقعد في اي كافيه هناك. تمام، مية مية. اجيلك انا فين؟ لا انا اللي هجيلك، هودي بس الولاد عند ماما وانزل اجمعك. ما قلتليش بقى ايه رايك في لون شعري؟ تحفه. بس انت يا بنتي مش كنت محجبه في الكليه؟ قلعت الحجاب امتى؟ النهارده قبل ما اشوفك رحت قصيته وصبغته اللون ده. حتى ستايل اللبس ده لسه جديد، هو ضيق شويه بس داخل دماغي قوي. واحلى حاجه فيه انه ضيق. وبعدين انت القوى لله، يعني بطل جيلك. حلو بجد؟ جامد. يا سافل بتبص على ايه؟ بقول لك شعري. شعرك بقى ولا مش شعرك؟ كله جامد. طب بقول لك ايه، ممكن تصورني؟ عشان عايزه انزلها على الانستا، عاوزه احرق له دمه. هو مين ده؟ اللي ما يتسمى طليقي. تين طليقك يا شيخ، مش هنخلص احنا من القصه دي. هات التليفون ولا استني صح لما ننزل في الشارع. لا ليه؟ تصورني جوه عربيتك، انا عايزه اتصور هنا. بقول لك ايه، انا طالع بكره نايت كلاب انا وجماعه اصحابي، تحب تيجي؟ مش عارفه، انا عمري ما رحت مكان زي ده. عموما هو زي الكافيه كده، بس المزيكا عاليه والاضاءه خف وفي شرب. ها قلت ايه؟ مش عارفه بصراحه، خايفه. ما تخافيش، انت هتكوني معايا. وبعدين لو مش حابه تشربي عادي، يعني تقدري تشربي عصير او اي مشروب ما يذهبش العقل. مش الفكره، عادي انا ممكن اجرب من باب الفضول، بس الفكره اني اكيد هنتاخر وانا مش عارفه اسيب العيال فين. محلوله. سيبهم عند اي واحده صاحبتك تكون زي حالاتك كده منفصله. ولا لا يا ست، طالعه رحله اسكندريه تشم شويه هوا بعيد عن دوشه العيال، وهترجعي الصبح تاخديهم. ده انت شطان. الشيطان ده تلميذ عندي يا رضوى. خلاص سيبني كده ساعه اشوف هوزعهم عند مين واكلمك نشوف هنتقابل فين. والله انت كمان ايه القرف ده؟ خلاص ولعي من الكبريت او من البوتاجاز. خلاص ولعت. صدرك بقى واسع انت، كل يوم علبتين سجاير على الله. يا سيدي اهو اي حاجه بطلع فيها همي وخلاص. بس انت كنت بتكرهي ريحه السجاير، فجاه كده بقيتي بتدخني علبتين في اليوم. رضوى انت اخلاقك باظت قوي. شوف مين بيتكلم. انا مالي يا اختي، انا اخلاقك كده من زمان. يا عم كريم، بلا اخلاق بلا خيبه. خدت ايه انا من الاخلاق غير اني اتخنت؟ خلينا نجرب اللي بيعجب اليومين دول، يمكن نلاقي حظنا. بلا نيله. وانت بتعملي كده عشان تعجبي طليقك ولا ايه؟ لا طليقي ولا غيره، ما تفصلنيش بالله عليك، مش ناقصه وجع بطن. المهم بس وانت طالعه العماره قولي للبواب انك طالعه شركه السياحه اللي في الدور العاشر، واطلعي فعلا للعاشر وانزلي للدور التاسع على رجلك. انا في الدور التاسع. ماشي يا كريم، حاضر. طيب ماشي، هطلب عشاء انا عقبال ما تيجي. تمام يا كريم. مالك يا رضوى؟ انت مقلقه من حاجه؟ خايفه يعني لحد يشوفك؟ لا بس بفكر. تفكري في ايه؟ انا ازاي وصلت لهنا؟ ازاي بقيت كده؟ كده اللي هو ازاي يعني؟ خروجات، ركوب عربيات، لبس عمري ما كنت بلبسه،
سهر لحد الصبح، شرب ودخان، ودلوقتي بنتفق ان انا اجيلك شقتك عشان نتنايل مع بعض. ده جلد ذات بقى ولا فصلان؟ لا ده ندم. لا 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 ندم ولا غيره، الموضوع بسيط. مش حابة تيجي عادي، انا ممكن اجمع اي واحدة صاحبته واقضي معاها السهرة وخلاص. يا سلام، الدرجة دي في مني كتير؟ ما اقصدش يا رضوى، بس انت عارف انا ما بحبش النكد، واحنا اصلا مع بعض عشان نفك عن بعض بدون قيود ولا فصلان. قيود ايه يا ابني وبتاع ايه؟ انا ما بعاتبكش على حاجة، لو انت وحش فانا اللي رحت الوحش برجلي. انت على طول واضح معايا، لكن انا بتكلم عن نفسي. انا ازاي بقيت نسخة من البت اللي طريقي خدني معاها من غير ما احس اتحولت ليها؟ عشان ثقتك في نفسك قليلة، ولما هو فضل عليك واحدة تانية افتكرت ان المشكلة فيكي، رغم انك لو كنت واثقة من نفسك ومتأكدة انك ست زي الفل ومفيكيش عيب، كانت خيانته دي مش هتفرق معاكي غير شوية وجع القلب اللي على العشرة. المشكلة فعلا الست مننا لما بتتخان او جوزها بيعرف عليها واحدة بتروح تجري تشوف اللي جوزها بيخونها معاها دي شكلها ايه، رغم ان هي لو بالشكل ما كانوش ملكات الجمال والفنانين المشهورين اتخانوا. انا وصلت لكل حاجة انا كنت بعيب عليها، وكأني كرهت نفسي اللي هو ما صنهوش. هقولك حكمة وديها من واحد لف وشاف الدنيا يعني. الراجل مننا بيندم بس على الست لما تفوق وتبقى احسن من بعد منه. اما تفتكر دلوقتي طليق لو شافك وصلت للحالة اللي انت عليها دي هيندم؟ بالعكس، ده هيقول كانت فعلا تستاهل ان انا اطلقها، وهيعمل شريف على حسابك. عندك حق، انا لازم اعيد حساباتي واعرف انا وصلت لكده ازاي. على كل حال انا متأسفة يا كريم على اي كلام بايخ انا قلته لك. انت مالكش ذنب في قصتي، كل حاجة عملتها معاك كانت بمزاجي. ربنا يسامحنا ويهديني ويهديك. شوف وشك على خير، مع السلامة.